الله جل وعلا يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم قال ربي بعدها: ليخرجهم من الظلمات إلى النور. كم من شاب سمع آية فأخرجه ربي من الظلمات إلى النور. الفضيل بن عياض يا أخواني كان يريد السرقة، كان يريد أن يسرق، فسمع، شوف كيف بركة القرآن، فسمع رجل يقرأ كلام الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ماذا قال الفضيل بن عياض؟ قال وهو يسرق: بلى قد آن. صدق ربي عندما قال: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. انظر إلى بركة القرآن وإلى بركة تطبيق هذه الآية في حياتك، وين توصلك. الله عز وجل قال بعدها: تحيتهم يوم يلقونه سلام. شوف فين وصلتك إلى أعظم نعيم في الآخرة، لقاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله يسلم عليك. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله عندما قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق ربي عندما قال: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.